يا صباح الخير والهنا عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. النهاردة جولة بصراحة أنا ما كنتش مرتبة لها خالص. أنا هنا في ممشى أهل مصر. حقيقي المكان هايل جدا، كنت في مشوار واتفاجئت بيه لأني أول مرة أروحه. أنا سمعت عنه لكن ما كنتش روحته خالص قبل كده. بصراحة المكان هايل جدا جدا جدا، نضيف قوي. حقيقي لطيف وممتع. المنظر نفسه منظر النيل هايل جدا. الممشى ده بيبتدي تقريبا كده من كوبري امبابة لغاية كوبري قصر النيل. وطبعا في توسعات كتيرة اتعملت و... وكبر أكتر من كده طبعا. بس هو دلوقتي احنا يعتبر في ولاء أبو العلا، في ظهرنا على طول أو الوكالة اللي هي كنز وبحر المشتريات كلها. ده الممشى كده من جوه بصراحة كده هايل جدا. بنمشي واحدة واحدة جواه، مليان أماكن حلوة. لو انتي حابة انك تقعدي في كافيه، تقعدي في مطعم، مش عايزة ده ولا ده خالص، ممكن تتمشي فيه. وفي مقاعد كده من غير أي تكلفة خالص، بس طبعا بندفع تذكرة للدخول. التذكرة دي ب20 جنيه للفرد. مكان حلو قوي لو احنا عايزين نتصور، لو عايزين نفسح ولادنا. بصراحة هايل جدا. المركب دي ليها تعدية كده من الممشى ليها، وغالبا دي الناس ما بتدخلهاش غير في مناسبات معينة لأنها مقفولة. التعدية ليها ان احنا ندخلها دي مقفولة. زي ما احنا شايفين كده الناس بتتصور. المنظر رائع جدا جدا، بصراحة تحفة قوي. المكان حقيقي مش يعني المصريين بس مش هم اللي حاسين بجماله، لا طبعا ناس كتيرة من دول مختلفة شفتها هناك. بصراحة معجبة جدا جدا بالمكان. وفي اكتر من منزل ليه. يعني ده اهو مكان فيه بوابات كتيرة قوي نقدر ننزل منها للممشى. منظر النيل هايل قوي. الجولة حقيقي لو انتوا عملتوها هتتبسطوا منها جدا جدا جدا. في اماكن للقهوة لو انتي عايزة تاخدي قهوة او شاي، او تشتروا ايس كريم او مكسرات او مقرمشات. لو عايزين تتغدوا في مطعم، يعني زي ما احنا شايفين كده. والاسعار فيها طبعا مختلفة. لو احنا عايزين حاجة عالية، حاجة على قد فلوسنا، يعني لو مش عايزين ده ولا ده احنا نقدر طبعا. آه يعني مفيش مشكلة لو انتي جهزتي سندوتشات معاكي من البيت، جبتي عصير. في مركب في النيل، المركب دي للفرد ب50. يعني بصراحة الفسحة ممتعة ممتعة جدا جدا. والفيو زي ما احنا شايفين رائع. يعني عينيكي هتتبسط جدا انتي واولادك. ممكن تدفعوا تذكرة الدخول بس، وتجهزوا كل الحاجات دي من البيت، وتيجوا تقضوا وقت لطيف قوي هناك. وفي هنا تعدية ومكان جوه النيل برضو نقدر نقعد فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حقيقي المكان تحفة جدا. زي ما قلتلكوا احنا ورانا كده المفروض بولاق والعيلة او الوكالة. ورانا مركز التجارة العالمي، ورانا النايل سيتي. الاماكن حلوة خالص جوه، لطيفة. زي ما احنا شايفين في اكتر من ممر. وفي مقاعد هنا هو لو خدنا بالنا، دي ما فيش عليها اي تكلفة. ممكن لو تعبنا نقعد نرتاح شوية. لو معانا اي حاجة مجهزينها ممكن نشربها ونكمل طبعا تمشية. المكان حلو خالص، هيعجبكم جدا. تكلفته مش عالية، الا طبعا زي ما قلتلكوا لو انتوا حابين تقعدوا في مكان جوه، في كافيه او مطعم. دي هتبقى طبعا تكلفته حسب ما انتوا طبعا تفضلوا. هو نظيف جدا جدا ما شاء الله. يعني وحقيقي حقيقي تحفة.
المنظر هايل جدا. المراكب اللي جوه النيل دي كمان لطيفة قوي، جواها موسيقى، جواها ألعاب، يعني بصراحة الناس بتتبسط جدا جدا جواها. ده مركز التجارة العالمي زي ما قلتلكوا. وبالليل بقى بتبتدي الإضاءة تبقى حلوة، فالمنظر بالليل بيبقى أحلى وأحلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جولة حلوة برا البيت هنتبسط بيها. زي ما احنا شايفين كده في أماكن كتير جوه الممشى، والمقاعد اهي زي ما قلتلكوا، اللي بيتعب بيرتاح شوية. يعني مش لازم تدخلي جوه كافيه عشان ترتاحي ولا حاجة. يا رب الجولة تعجبكم. أنا هسيبكم بقى تستمتعوا بباقي الجولة، ويا رب الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم يا ريت تروحوا، هتتبسطوا قوي. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك، ما تنسوش تشتركوا في القناة. يا رب دايما كل المحتوى اللي بقدمه، سواء وصفات في المطبخ سواء برا البيت، يا رب كل الجولات تعجبكم وكل المحتوى يعجبكم.